اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم اخواتاتي حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو تاعي ان شاء الله بالصحه والهنا. كما دائما عودتكم وصفه جديده، طبخه جديده. اليوم جيتكم بوصفه فيها طبختين، فيها لا سوب اللي درتها بالخضار، سوب تاع ليغوم درتها بالخضار، ودرت هذا لهنايا خبيزات المحشيين. شوفوا كيفاش جاو معنا، شوفوا هذوك الخبيزات، شوفوا هذيك العجين تاعنا كيفاش جا طري. نحل معاكم هكا حبيبه باش تشوفوا كيفاش جاتنا. شوفوا كيفاش يجي فارغ من الداخل، راه حامي ديجا، راه خارج من الفور عليك. هذاك الطياب تاعه كيفاش تجي عجينه قطنيه، تجي شابه بالبزاف وهشيشه. وهذاك الحشو تاني درته غير بالفرماج ودرته بالدجاج، تجي ما شاء الله. وهذه لا سوب اللي خدمتها لكم بالخضار، وضفت فيها تاني الفرماج باش تزيدنا بنه على بنه. هذه هي الوصفات تاعنا تاع نهار اليوم. الى عجبوكم ما تنساونيش بهذاك الجام والاشتراك في قناتي، وإلا جربتوهم ما تنساوش حطوا لي في لي كومونتير تاعي، قولوا لي كيفاش جاوكم. ما نطولش عليكم، يلا نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. الحاجه الاولى دروك اللي انا حنبدا بها، انا حنبدا بلا سوب. هي الاولى رايحين نديروا السوب. كما راكم تشوفوا لهنايا عندي جناح تاع الدجاج، وعندي لهنايا هكا مرسوم من الفخذ، وعندي لهنايا فصص تاع الثوم كما راكم تشوفوا هكا، عندي بصله هكا كبيره، عندي حبه بطاطا كبيره، وعندي لهنايا غورجات او الكابويه او القرعه، كل واحد كيفاش يقولها. عندي زوج حبات، عندي تاني لهنا 3 حبات تاع الزروديه، وعندي لهنا حبه تاع طماطم. نروحو دروك مباشره نبداو نقلو في البصل تاعنا والدجاج. لهنايا ديت كيكوطه، نروح نحط، حطيتها فوق النار، نروح نحط كيما هكا كميه من الزيت، نزيد نحط هذاك البصل تاعنا، ندو هذيك الحبه تاع البصله كيما هكا نقطعوها عشوائي، باسكو راني رايحين نميكسوها هكا شرائح. رايحين نميكسوها هكا. ونحطوا هذا الجناح تاعنا تاع الدجاج، خلوه يتقلب، خلوهم هكا يتقلاو. انايا ما نبغيش هذيك لاصوب اللي يرمو بارد في بارد، نبغي نقلي. كما نعرفوا كاع من نقلوا البصله تعطينا بنه مليحه مع الدجاج، نخليهم هكا يتقلاو شويه. وهذا الفصص تاع الثوم نحطوهم غير هكا، نديروا الحبابين اثنين باسكو رايحين نميكسوهم. خلوه شويه هكا يتقلى معنا البصل، ومن بعد نكمل. بعد ما تقلى معنا كيما راكم تشوفوا هكا البصله والدجاج راهم تقلاو معنا، نروح نزيد نحط هذيك الخضره تاعي. نزيد البطاطا، البطاطا ديت حبه كبيره،
وعندي لهنايا هاد الحبه تاع الطماطم ولا تاع طماطيش نقطعها تاني حتى هي هكا، كنت قلعت لها قشرتها. نروحو دروك نخلطو هكا كل شيء. دروك نروحو نتبلو. الحاجه الاولى عندي اللي حندير مغرفه تاع ملح، ندير مغرفه تاع فلفل كحل، مغرفه تاع فلفل كحل، مغرفه تاع كركم، مغرفه هكا تاع الكركم. كما نعرفوا الكركم فيه فايده كبيره. وعندي لهنايا مغرفه تاع كيري تاع التوابل تاع الدجاج، بما انني دايره الدجاج بغيت نديره. تبغي ديريه تبغي ما ديريش، بصح من الاحسن ديريه باسكو رانا دايرين ديجا الدجاج. هنايا دوك بعد ما قلينا خليهم هكا يتقلاو شويه بالتوابل ونحطو دروك نروحو دروك نمرقو هكا بالماء سخون او الماء حامي هكا هكا. هكا بعد ما مرقنا قيس اللي تغطى معنا هذاك الدجاج، باسكو ماناش دايرين بزاف صوالح، هادو غير ليغوم بالخف يدخلوا معنا. زدت رميت كيما راكم تشوفوا هكا قزبر ومعدنوس، الحشيش تاع الشوربه والمعدنوس. دروك نروح نبلع الكيكوطات تاعي ونخليها حتى تغلي معنا ويطيبوا معنا هاد ليغوم الخضره معنا، من بعد نروحوا نميكسوها. دروك بعد ما لا سوب تاعنا راني دايرتها على النار وراهي طيب، روح دروك نروحوا دروك نخدموا الخبيزات المحشيين اللي رايحين نقدموهم على سوب تاعنا. هاد الخبيزات المحشيين رايحين نخدم دروك. الحاجه الاولى نبدا بلا بات. شا نحتاج في العجينه تاعنا؟ نحتاج كيما راكي تشوفي لهنايا معايا كاس حليب دافي، عندي ربع كاس زيت، عندي لهنايا حبه بيض رايحه ندير البياض في العجينه والصافا ندهن به الوجه، وعندي مغرفه كبيره تاع ماكله سكر، وعندي مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، وعندي مغرفه صغيره تاع ملح، وعندي هنا مغرفه تاع زبده اولا مارغرين، وعندي لهنا وحده نوفا او خميره الحلوى. الحاجه الاولى نبدا بها نروح ندي لهنايا ان ريسيبيون كيما راكي تشوفي هكا معايا، نحط لهنا هذيك الكاس تاع الحليب تاعنا اللي راهو دافي، نزيد عليه نزيد عليه لهنايا المغرفه تاع الخميره ومغرفه تاع السكر. انا ديجا راني معبرتهم، خلطوهم كيما هكا شويه بالفوي، يعني شويه هكا يتفاعلوا ومن بعد نروح نزيد ربع كاس تاع الزيت. بعد نروح نزيد لهنايا ندو حبه تاع البيض، ندو نفصلو دروك البياض على الصفار، ندو البياض في العجينه والصفار نخلوه كما قلت لكم ندهنوا به الوجه تاع الخبيزات تاعنا. نخلطوا هاد البياض تاني هكا
هنايا نضيفو دروك هاد المغرفه صغيره تاع الملح. دروك لهنايا نروحو دروك نبداو نحطوه في الفرينه. فهنا نحتاج حوالي 3 كيسان، بصح كيما دائما قلت لكم الفرينه ما ننجمش نعطيكم العبر نيشان، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هنا يعني حنحط مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى ما يعادل 5 غرام. نروحو دروك نبقاو نضيفو الفرينه غير بشويه ونلمو حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نضيفو الفرينه غير بشويه تدريجيا باش ما يلبسوش العجينه تاعنا، خلوها طريه. كما قلت لكم حوالي 3 كيسان، بصح انتي والفرينه اللي راهي متواجده عندك. نزيدو شويه حتى تتلم معنا العجينه. بقاي ديري غير بشويه. هنايا صايره تلمت معنا العجينه، مانيش رايحه نزيد الفرينه كما راكم تشوفوا هكا معايا تلمت. شاني رايحه ندير، نروح نوخل غير سيكون نرشوا لهنايا فرينه هكا، نحطوا هاد العجينه تاعنا. ما تخافيش منها هكا راهي تتلصق، باسكو دوك تدلكيها غير 2 دقائق ولا 3 تتلم معاك عادي وتجيك عجينه ما شاء الله. المهم ما تيبسيهاش ما تكثريهاش الفرينه. نروحوا دروك ندو معنا هاد المغرفه تاع الدهان او الزبده هكا، وبداي تدخلي فيها في العجينه، دخليها غير بشويه في العجينه. هاد العجينه تجي شابه بزاف، تجيب لي سوفلي، تجي البيتزا، تجي كاع الخبيزات المحشيين كيما راني ندير فيهم انايا اليوم، تجي ما شاء الله. ما تخافيش هكا من العجينه تقولي هاد الزبده هكا ولا هاد المارغرين خرج لي نورمال، دوك يتلم معانا. دلكيها دخلي مليح هذيك المغرفه تاع المارغرين فيها، ما تخليش جهه فيها وجهه لا، دلكيها مليح كما كتشوفي. كما راكم تشوفوا هكا صاي تلمت معايا العجينه، وهذيك المغرفه تاع المارغرين اللي درتها شوفوا كيفاش ها كاع تلمت، كاع دخلتها في العجينه وما راهي لا تلصق معنا لا والو العجينه.
جات ما شاء الله وخفيفه كما راكم تشوفوا فيها هكا. دروك العجينه تاعي هكا راهي واجده. نروح دروك نرجعها للغيسيبيون، نحطها هكا في الغيسيبيون، نغطيها بكيس بلاستيكي. نغطيها هكا في كيس بلاستيكي، نخلي العجينه تاعنا حتى تخمر لنا ويتضاعف الحجم تاعها. لو طون اللي العجينه تاعنا راهي تخمر نروحو دروك نحضروا الحشو اللي رايحين نحشو به الخبيزات تاعنا. هنايا لاصوب تاعنا صايره راهي طابت. نروحو نقلعوا لاكو تاع لا كوكوت، نقلعوا الدجاج تاعنا صايره طاب، ونقلعوا هذيك البوكي اللي درناه تاع القزبر والمعدنوس. نزيدو نقلعوا هذا الدجاج تاعنا طاب معنا صايي، باش من نطحنو ندخلو الميكسور ما يكونش. تاكدي هكا مليح بلي ما كان والو. دروك نروحو نميكسو الخضره تاعنا. قبل ما نميكسي الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا هكا، شوفوا ما بقاش فيها بزاف، بقى غير قليل من الماء والخضره. نروح لهنايا كيما راكم هكا تشوفوا معايا، نحط عندي لهنايا فرماج. استعملي اي فرماج طري يكون عندك في الدار، ميم الا عندك بورسيون تنجمي ديري بورسيون. انا راني رايحه نحط هذا الفرماج كاع هذه الحبه، ونميكسيها باش نزيدوا البنه في لاصوب تاعنا. نروحوا ندو لهنايا الميكسور. هنايا صاير لاصوب تاعنا. هنايا صاير لاصوب تاعنا كيما راكم تشوفوا هكا راهي واجده معنا. شوفوا كيفاش جات ثقيله. جات ثقيله معنا دروك كيما راكم تشوفوا هكا. شوفوا كيفاش جات ثقيله. بهذيك الحبه تاع الفرماج زيدوا لها البنه على البنه. كاين اللي تبغي لاصوب تجي خفيفه وكاين اللي تبغي ثقيله. انا نبغيها كيما هكا تجي ما شاء الله. دروك نروحوا نوجدوا الحشو تاع الخبيزات تاعنا. رايحه نحتاج في هذا الحشو اللي رايحه نديرها في الخبيزات. عندي لهنا حبه بصله كبيره كنت قطعتها هكا ديبتيدي. عندي لهنا فص تاع الثوم تاني راني مقطعتهم هكا، ما ربيتهمش غير قطعتهم. عندي لهنا هذاك الدجاج اللي طيبناه في لاصوب، قلعته من لاصوب قبل ما نميكسي وقدبته هكا في التته، ورايحه نديره في الحشو من الداخل. وعندي لهنا حبه طوماطيش كبيره راني قطعتها، قلعت لها القشره تاعها ونقيتها من الزريعه وراني قطعتها هكا. وعندي هذا الفرماج سبيسيال تاع لي ساندويتش باش نخدمو به، نخدمه الداخل نفارسي به لي ساندويتش تاعنا. الحاجه الاولى دوك نروحو نديروها، نروحو نبداو نحضرو في الحشو تاعنا. مقله لهنايا راني حطيتها على النار، نروح نحطو هكا الزيت. ونزيد نحط لهنايا البصله تاعنا. الحشو يبقى اختياري نتيا واش بغيتي ديري في الحشو. انايا غير هذاك الدجاج وفتته. نضيف عليه تاني هذا الفصص تاع الثوم. خلي هاد البصله تاعي تتقلى معنا شويه.
مانيش رايحه ندير دروك الملح باش البصله تاعي ما تطلقش هذاك الماء، نخليها حتى تدبل من بعد نتبل. هنايا بعد ما دبال معنا هكا البصله نروحو نحطو هاد الطماطم تاعنا اللي كنا قلعنا لها القشره تاعها وقطعناها. نزيد نضيف عليها هذاك الدجاج تاعنا اللي كنا مطيبينه ديجا من قبل. نروح دروك نحط التوابل. راح ندير مغرفه صغيره تاع ملح، ندير فلفل كحل، مغرفه صغيره تاني تاع فلفل كحل، وندير كيري تاع الدجاج. هادو هما التوابل اللي انا حنستعملهم. نخلو هكا هاد الحشو تاعنا هكا يطيب. هنايا الحشو تاعنا صاير راه واجد معانا كما راكم تشوفوا هكا، وما بقاتش فيه هذيك لاصوص. باش ما كما نعرفوا العجينه تاعنا ما تتقطعناش، لازم الحشو اللي يكون في الخبيزات او لي سوفلي ولا يكون ناشف تماما من هذيك لاصوص. هنايا صاي نكتفوا راهي طابت الحشو تاعنا، نخلوه يبرد ونروحوا نبداو نخدموا في الخبيزات تاعنا. هنايا بعد ما فاتت هكا مده والعجينه تاعنا راهي خمرت معنا كما راكم تشوفوا هكا، نروح نهودو هكا العجينه، نديروا لها هذاك التخمير. راح نقسم العجينه تاعي قطع هكا، ونروحوا نكوروا هاد العجينات. نحاولوا كيفاش نديروا هاد العجينات متساويين. هنايا بعد ما شكلناهم نبداو بالاولى كاع اللي خدمناها تكون ارتاحت. دوك نروحو نخدمو مباشره. نرش هكا شويه تاع الفرينه ونحل العجينه تاعي. نحلوها هكا للطول، مانيش راح نخدمها دوائر.
راني حنخدمها هكا على شكل بيضاوي، تجي اوفال. نروح لهنايا ندي هكا الحشو. هاولا الحشو تاعي خليته برد تماما، خليته برد كاع، وكما راكم تشوفوا ما خليتش فيه لاصوص بزاف باش ما تتقطعليش الحبه. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هكا معايا. نروح لهنايا ندي هذا الفرماج. فرماج يبقى اختياري، تنجمي ديري اي فرماج متواجد عندك. انا راه عندي هذا. نحطوه هكا كما راكم تشوفوا معنا، ومن بعد شوفوا نروحوا نبداو نبلعوا نغلقوا في العجينه تاعنا كما راك تشوفي هكا بهذا الشكل. تنجمي تحطي فروماج رابي، تنجمي تحطي بورسيون، اي فرماج متواجد عندك تنجمي تحطيه. هنايا شيله غلقوا مليح باش ماشي من تحطيها في البلا وتبغي تدخليها للفور تنحل. هنايا كما راكم تشوفوا هكا. نروح نحطهم في البلا ونزيد تاني ندي حبه واحده اخرى معاكم، شوفوا معايا كيفاش راني نخدم فيها بهذا الشكل. قلت لكم حلو على شكل بيضاوي. نروح تاني ندي هكا هذا الحشو نحطوه نفس الطريقه اللي حطيناها الاولى. هكا بنفس الطريقه. نروحو نكملو هكا بنفس الطريقه. نحطو الفرماج تاعنا هكا بهذه الطريقه ونروح نغلق كما راكم تشوفوا هكا معايا. راني موضحت لكم في الصوره ما نقصتش عليكم الفيديو. هكا بهذا الشكل. قلت لكم العجينه اللي هنايا هذه اللي رانا حين نديروها من الاسفل هذه اوبليجي بلعيها غايه باسكو كي تحطيها في البلا وتبغي تدخليها للفور تنحلك. شوفي كي تغلقي عاود يولي هكا. نحطوها هكا ونروح نكمل انا هاد الحبات كاع بنفس الطريقه ونوريها لكم قبل ما ندخلها للفور. هنايا بعد ما كملناهم كاع شكلناهم وحطيناهم في البلا اللي راح يدخل للفور، عندي هذاك الصفار تاع البيضه تاعي نروح نضيف عليه كميه من الحليب كيما هكا باش يقلع لنا هذيك الريحه تاع ندو هكا بينسو معنا. وعندي لهنايا حبه الحلاوه والسانوج كما دائما انايا عودتكم دايرتهم هكا في بلاره مخلطتهم. نروح ندي لهنايا خدمي. راني رايحه نخدم هكا بهذا الشكل. ما تقطعيش كاع العجينه باش لا فاخس ما تخرجلكش، غير هكا من الفوق باش يجينا هذاك الشكل تاع الخبز. هكا كما راكم تشوفوا معايا يجي الشكل تاعها بزاف شباب. هذا الشكل هكا
غير بشويه كما قلت لكم، ما تقطعوش العجينه باش تحافظي على هذاك الشكل اللي رايح يجيك. هكا بهذا الشكل، ونروح ندهن الوجه تاعهم هكا بالبيض. يجبنن بزاف هاد الخبيزات، والحشو يبقى اختياري نتيا وش عندك. كملهم كاع كيما راكم تشوفوا هكا. دهنوا كاع هذوك الاطراف من الجوانب. شوفوا انايا راني نخدم فيها هكا وراهي خمرت معانا، وانا راني شاعله الفور تاعي. نروحوا دروك ندو هكا، نديروا حبه الحلاوه والسانوج. اذا عندك غير السانوج ديري غير السانوج، عندك جيجلان تاني تنجمي تحطي جيجلان. كما دائما نقول لكم التزيين وهذا الحشو وهذا يبقى اختياري. انا ما عليا غير نعطيكم هكا كتدبيره فقط، فكره، وانتم تبغوا اللي تكون واجداتك في الدار. هكا راه واجد معنا دروك كيما راكم تشوفوا فيها هكا. بعد ما شكلتها وخدمتها وراهي خمرت معنا، نروح نحطها في الفور، نطيبها من التحت ونزيد نشعل عليها من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن تقديم. هذه هي الخبيزات المحشيين اللي درناهم اليوم. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، درنا خبيزات محشيين. شوفوا كيفاش طابوا معنا وكيفاش جاو، يجوا ما شاء الله كما راكي تشوفي هكا معنا. ديجا راهم خارجين من الفور، شوفوا الطياب تاعهم كيفاش يجوا ما شاء الله، لا من العجينه ولا من هذاك الحشو. وهذه لا سوب اللي درناها اليوم، درت لكم سوب تاع ليغوم او تاع الخضار، تجي بنتها ما شاء الله وصحيه. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، كانت سوب بالخضار، وكانت الخبيزات المحشيين اللي حشيناهم بالدجاج والفرماج. دوك ما عليا غير نقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، وما تنساونيش بهذاك الجام. وإلا عجبكم اشتركوا معايا في القناه.